السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بقالنا مده كتيره كده ما طلعناش اتكلمنا ودردشنا، لكن الناس بتطلب ان احنا نطلع تاني نتكلم وندردش، وعايزين نرد على اسئله، وعايزين هنحاول يعني. تمام، بس انا شايف ان الاسئله دلوقتي يعني سوق السيارات متوقف ومشلول. ده مش كلامنا، ده كلام الوكلاء نفسهم. النهارده يعني السيد كريم النجار، واحد من اصحاب يعني كذا علامه شهيره اوروبيه، فالسيد كريم النجار يعني اوضح ان السوق متوقف تماما ميت. هو قال كده، قال الجمله كده، وقال حتى الزيادات السريعه. كل اللي انا بقوله صح وحصل وتحقق. ولما قلت ان لو حصل زيادات وان لم تخرج السيارات من الجمارك وحدث ازمه اقتصاديه هيحدث ركود. يعني اعمل شير بالكلام ده لعل الناس تستفيد منه. تمام، لان مش عارف الفيسبوك زي ما قلنا كده بيعمل ريستريكشنز غريبه. طيب انت لو مضطر دلوقتي وعايز تشتري، بص يا سيدي الفاضل، لو مضطر دلوقتي وعايز تشتري، انت محدش خالص جاب سيره اسواق المستعمل. لو لقيت سياره مستعمله، لان مش منطقي خالص الزيرو دلوقتي كوميدي مضحك يعني. في ظرف اقتصادي طبعا، والظرف الاقتصادي ده خارج عن ايد الجميع يعني. ما فيش حتى منظمه تصنيف في العالم او يعني مجموعه اقتصاديه في العالم قدرت تتكهن بسعر الجنيه. ما فيش، كلها تكهنات كانت خاطئه. الكل كان يعلم ان في تعويم والتاني والتالت، لكن ما حدش كان يعرف سعر الجنيه ايه. بلومبرج تقول لك ده هو مش هيتجاوز ال 21، وكاله الانباء الفرنسيه تقول لك لا ده هو 23، ترجع رويترز تقول لك ده هيقف عند 24، يرجع مش عارفين يقول لك ده سعره عادل جدا، ده ممتاز، ده لا ده هيزيد تاني، لا ده هيزيد. ما حدش قادر يتكهن، ولا صندوق النقد الدولي حتى قادر يتكهن يعني. تمام، فما حدش يعلم حاجه. السوق خارج المنطق، والوضع الاقتصادي في العالم كله ومصر نفسها خارج المنطق الان، ونحن يعني نتكبد خسائر كبيره جدا بعد جائحه كورونا وبعد قصه الحرب والكلام ده. فايه بقى اللي انت تعمله دلوقتي؟ ايه المضطر؟ اولا لازم تبقى عارف كده ان مبدئيا اي حد عنده ضمير وفاهم يعني، متعلم بيعرف يقرا ويكتب يعني، تمام، ويعلم حاجه عن سوق السيارات، ده هيقول لك ان الزيرو خلاص ابعد عنه، وان السيارات كسلعه ليست اولويه تماما. يعني لما انت تكون راجل دلوقتي، اولا عايز اقول لك حاجه، الوضع الاقتصادي لما بيكون ضاغط كده وخانق بيخنق عليك كفرد انت كمان. هو ما بيخنقش على الدوله بس ومؤسساتها والكلام ده، لا، بيخنق عليك كفرد انت كمان. قد يهبط مستواك المادي، قد يتعرض شغلك او وظيفتك او مشروعك لخساره بسبب الركود مثلا التضخمي اللي بيصيب الاقتصاديات. الكلام اللي انا بقوله ده كلام علم، انا مش جايبه من بيتنا. تمام، فده بيخليك ايه؟ المصاريف الاستهلاكيه او السلع الاستهلاكيه معاك بتتحول لشيء خانق قوي، بتتحول لشيء صعب انك انت تعرف تشتريه زي زمان. يعني العربيه ضروره فعلا، لكن مش ضروره اهم من الاكل والشرب والمدارس والتعليم والصحه والدواء. تمام، فلما يطلع واحد من العاملين في مجال السيارات يقول لك انزل اشتري دلوقتي هتكسب، ده ما عندوش ضمير على طول، او ده اللي ما اتبعوش. ولما يقول لك مش قلت لك مش قلت لك. السلع الاستهلاكيه ما بتتوجدش في الدنيا دي عشان نخوف الناس ونرغبهم فيها ونقول لهم الحقوا ده سلعه استهلاكيه ليست ادخاريه وليست استثماريه. وعايز اقول لك انا حاليا بتهاجم انا من شقين من الناس السيلز، ودول عددهم كبير في مصر، 4 مليون واحد بيشتغلوا في سوق السيارات، ودي كارثه. دي لما نفضل نبقى نرجع نتكلم فيها تاني. كل من هب ودب بيشتغل بياع في سوق العربيات، ودي مشكله. وبتهاجم من ناس تانية اللي هم اصحاب السيارات اللي في المستعمل، اللي مسعرين بسعر خزعبلي ومحدش بيشتري منهم. مش انا السبب برضه يعني، انت فاهمني؟ ده يثبت لك ان كلامي صح. اللي بيشتري عربيه في وسط التضخم بيلبسها وهو فرحان. يقول لك ايه؟ يقول لك انا اشتريت توسان مثلا لما كانت ب 850,000 وقعدت تقول لي ما تشتريهاش باوفر برايس وبتاع. طيب وحضرتك عارضها في الاعلانات دلوقتي بمليون 200، حد معبرك؟ ما احنا بنتفرج كل يوم على الاعلان، حضرتك عمال تنزل منها 10 و20 و50 كل يوم عشان حد يعبرك. ما هي اصبحت سلعه راكده. لا وكمان ايه؟ انت مش عارف تخلص منها. انت كنت فاكر نفسك هتبقى ملياردير، تمام، انك انت اشتريت توسان مثلا ب 850,000 جنيه وبتاع. الله اكبر، كسب 400,000 جنيه يا جماعه. طب بيعها بقى لو انت شاطر. ما بتبيعش، انت فاهمني؟ فانا بديك مثل يعني. فللاسف السيارات ليست سلع. ده حبيبي، ده مش ذهب، ده مش ذهب، دي مش سلعه ادخاريه، ده مش معدن نفيس هتنزل بالفاتوره للراجل اللي انت شاري منه تقول له لو سمحت
عايز انا شاري الذهب ده مثلا ب 800 جنيه الجرام، لو سمحت عايز ثمنه دلوقتي 1700 جنيه الجرام، في ثواني وانت واقف خلاص تمام. شاري بقى من ايجيبت جولد، شاري من يعني تمام، هتروح تغير الذهب بتاع. العربيات دي انت بتعمل لها اعلان ما حدش بيعبرك، ركوب بقى تضخمي تمام. فالمشكله كده ان ايه؟ ان شراء الزيرو الان ومن فتره ومنذ بدايه العام. طب اقول لكم حاجه كويسه قوي، مين في اول السنه مثلا قال للناس ما تشتريش زيرو؟ انا مرشح اكسيد، ومرشح تويوتا بيلتا، ومرشح سوزوكي زياز، ومرشح سوزوكي فيتارا، ومرشح سوزوكي سويفت، وكنت برشح بالينو، وكنت برشح اللي عايز يشتري اي تويوتا فورشنر، وكنت برشح كل العربيات عادي. هي الناس ما راحتش، وكنت برشح اوبل موكا، هي الناس ما راحتش تشتري العربيات دي وتحجزها، ثم التوكيلات تنصلت من تسليمات. ازمه حاجزي كيا اكسيد، ازمه حاجزي تويوتا بيلتا، ازمه حاجزي تويوتا كورولا، ازمه حاجزي تويوتا فورشن، ازمه حاجزي تويوتا راش، ازمه حاجزي اوبل، ازمه حاجزي رينو، هو انا اللي عملت الكلام ده يا جماعه؟ التوكيلات ما رضتش تسلم الناس، قال لك ما عندناش، ما فيش تمام. خلاص يا سيدي ما فيش. ثم بعد ذلك وجدت الناس العربيات دي بتخرج للموزعين بس مطلوب فيها اوفر برايس 500 و600. الموضوع كارثي. وزي ما كنا بنقول من شويه، يعني زي ما كنا بنقول، ثواني بس يا جماعه ندي بلوك سريع كده، يعني حد كده ايه. ايوه مع السلامه يا استاذ حاتم. زي ما كنا بنقول طول عمرنا، ان زاد سعر السياره انت كمالك فيه كارثه. ليه بقى؟ لان هو لما بيزود 50,000 جنيه و60,000 جنيه هو بيزود لك في سعر الصيانه 20 و30%. لما بيزود بعد كده 100 تانيين بيزود لك في سعر الصيانه 20 و30% تانيين، حتى ان وصلت سعر السيارات لسعر مضاعف مره ونصف. واسعار الصيانات، وده مش كلامي يا جماعه ولا تاليفي، الفواتير موجوده، واسالوا ملاك العربيات اللي كل يوم يا عيني بيجوا لي يلطموا ويقولوا احنا راكنين العربيه علشان مش قادرين على مصاريف التشغيل، ومصاريف التشغيل دي اللي حاططها التوكيل، لا احد غيره يعني تمام. سعر الصيانات زاد 3 اضعاف، الصيانه اللي كانت ب 1200 جنيه بقت ب 5200 و5100 و4900. مين هيقدر يعني تمام؟ فدي كارثه كبيره جدا خلت الناس تحجم عن ده. تشتري ايه بقى لو انت مضطر؟ تشتري اللي طول عمرنا بنقترحه عليك لو انت مضطر. تشتري عربيه مستعمله. ان وجدت سياره مستعمله بسعر اقل من اسعار الزيرو الخزعبليه دي، اللي هو انت حتى بتروح تشتريها يقول لك نوت افيلبل مش موجوده، امال انت منزل لسته زياده ليه يا عم؟ يقول لك كده بنتسلى تمام. تشتري بقى عربيه مستعمله لو لقيتها بسعر كويس، او صاحبها منطقي، او عايز فلوس بجد وبيخلص يعني بيبيع بجد مش داخل يهرج. تشتري سياره كهربائيه تمام، لان الكهرباء هي المستقبل. اقدر اقول لك ان ده انفستمنت كويس، انا بشجع العربيات الكهرباء بقالي مده، لازم نواكب المستقبل. طبعا وجايه شئنا ام ابينا. في الثمانينات كانوا بيقولوا على العربيه الاوتوماتيك بتعمل حادثه لوحدها. يعني ايه يا عم تحط عربيه على الدي وبتاع؟ خبر اسود، ده اللي اشترى عربيه اوتوماتيك ده. في اواخر الثمانينات برضه كانوا بيقولوا على العربيه اللي فيها تكييف ان التكييف ده بيولع، ان الكمبريسور بيولع في العربيه وبتاع، مفيش حاجه اسمها تكييف وبتاع تمام. لابد ان اي تكنولوجي جديده هتتقاوم طبيعي، وبالذات المجتمعات البسيطه بيبقى فيها المقاومه شديده قوي لاي تغيير، لكن هي المستقبل. وبقرا كده واعرف الاخبار، واعرف الاتحاد الاوروبي اكبر المصنعين، وامريكا، ودلوقتي والحوافز اللي في امريكا، والحوافز اللي بتديها شركه فورد عشان الناس تركب الماستنج الكهرباء. يعني اعرف ان العالم رايح فين، ومش بمزاجهم، هم عندهم يعني المناخ خلاص، يعني التلوث البيئي والمناخي هيقضي على محيطات وانهار، مش بمزاجهم. ومفيش حاجه اسمها اصل هم هيصنعوا لنا احنا الدول الناميه. الكلام ده انا اسف، ده كلام مش علمي خالص، لان الدول الناميه قد تكون سبب في فناء الدول المتقدمه بسبب كميه التلوث عندها تمام. ده هم عمالين يصرفوا لك فلوس دلوقتي علشان تحاول تقاوم التلوث المناخي. جميل. فاشتري عربيه كهرباء، اشتري عربيه استيراد كويس. طب ما انا بجرب عربيات اليومين دول وبقول عليها قيمه مقابل سعر كويسه قوي، لكن انا مش دول اقول لك روح اشتريها وما تشتريهاش، انت حر تمام. اشتري من حد مثلا مستورد عربيات اوروبيه او عربيات كوريه او الكلام ده بسعر كويس. بسعر كويس يعني ايه؟ لا مش هترجع رخيصه زي زمان، صعب، لان سعر العمله تغير، محدش يقدر ينكر الوضع الاقتصادي. لكن بسعر كويس يعني عربيه هتديك امان جيد، هتديك مواصفه ما بتشوفهاش هنا في مصر،
هتديك موتور محترم، هتديك بنفيتس ما بتاخدهاش هنا بالتوكيلات في مصر بالاسعار الخزعبليه دي. فلو حد مستورد عربيه بمواصفه جيده، خد الامان وخد المواصفه ليك وادفع فيها عادي. يعني انا اسف، بدل ما تشتري توسان ولا سبورتاج بالمواصفه اللي بتنزل هنا فيها مصر بمليون و450، ما تروح تشتريهم مثلا فئه الان لاين من عند مستورد حاجه محترمه واول ويل درايف و8 اير باجز وبتمشي لوحدها وبتقول بابا وماما وبتاع والان باكج وبتاع بمليون و400. يعني انت فاهمني؟ ساعتها بقى دي تسوى قيمه مقابل سعر فعلا. الستاندرد الاوروبي والامريكي في الركوب يبقى انت ما نمتش فلوسك. ما حدش قال لك خالص انا ما تشتريش عربيات خالص لا، اشتري بس بالعقل. انا بتاع عربيات اساسا، انا هستفيد ايه لما انت ما تشتريش عربيات؟ قول لي. انا اسف يعني، يقول لك مش عارف ده بروج لمين لما انت ما تشتريش عربيات؟ مش فاهم يعني. بروج لضميري، انت فاهمني؟ هتقول لي اشتري زيرو؟ لا مش هرشح. هتقول لي الحق ده هيزيد تاني. طب ما انا بقالي 8 شهور بقول لك ما يزيد ولا يتحرق، هو عادي، ايه المشكله يا جماعه؟ زي برضه تلاقي شباب سلزجيه كده بيضحكوا على عقول الناس البسيطه. مش قلنا لكم بي ام دبليو هتزود؟ مش قلنا لكم البي ام دبليو؟ ما هتزود طبعا. هات لي جمله واحده خرجت من لسان محمود خيري او اي حد عاقل او محترم صح قال للناس ان بي ام دبليو مش هتزود. يعني ايه مش هتزود؟ يعني هو الراجل ده جاي فاتح تكيه يقول لك قالوا ده جايب 150 مليون من بره. ايوه جايب 150 مليون دولار من بره يا ابني. افهم، كنا بنقول لن يواجه مشكله او صعوبه في ادخال العربيات من الجمارك، لكن وفي حاجه اسمها سلعه استهلاكيه في اثناء فتره التضخم مش هتزيد. مش هتزيد ازاي يعني؟ هتزيد، بس احنا بنطالب الناس انها تزود بالعقل. مين قال ان بي ام دبليو مش هتزود؟ طب ما هي زودت. طب انا كمحمود خيري واحد مثلا حاجز من تاني يوم فتح حجز، ما سلمونيش بالسعر اللي انا كنت متعاقد عليه، عملت ايه؟ سحبت فلوسي. بالنسبه لي مش منطقيه الصراحه البي ام دبليو 320 اللي انا كنت هشتريها انها تزيد 450 الف جنيه. مش مقتنع، مش مقتنع ان ده فاليو فور ماني. هتقول لي ما هي الاوكتافيا بمليون 500. يا عم انا مالي، ومين قال لك ان انا مقتنع ان الاوكتافيا بمليون 500؟ انا راجل ربنا اداني عقل، ولما بتعب في فلوسي او تعبان في فلوسي يعني ما بضيعهاش كده. لا مش هحطها في عربيه ما تسواش قيمتها، احطها في عربيات كتير قوي. اركب، انا حر اركب 10 عربيات في بيت، ما عنديش مشكله خالص، لكن يستحقوا قيمتهم. تمام؟ يعني انا حاطط في المرسيدس وحاطط في البي ام وحاطط في عربيه صغيره وحاطط في عربيه متوسطه، كنت بجيبهم باسعار محترمه واسعار جيده والكلام ده وخلاص، ما عارف ان قيمه مقابل سعر. لكن انا مش هروح احط في اوكتافيا مليون 500 عشان تقول لي حط بي ام دبليو 320 ام سبورت مليون 860. ليه؟ انا اسف يعني. انا اسف يعني مش منطقي، مش مقتنع. غيري ممكن يروح ويقول لك لا يا عم انا محتاج عربيه. انت حر، الف مبروك، ببارك عادي. واللي بيكلمني يسالني يقول لي يا خيري انا هحط في البي ام دبليو 320 الام سبورت مليون 860 لاني محتاج عربيه جدا وشايفه قيمه مقابل سعر، هو مقارنه مش عارف. بقول له يا باشا ما تحكيش مبررات، مبروك على حضرتك. طب انت سحبت الفلوس يا خيري؟ بقول له لاني مش مقتنع. احتياجاتي، انا اسف، احتياجاتي مش هتخليني اشتري عربيه بي ام تاني ب 2 مليون. مش مقتنع، بس كده. فانت حر. فهمت يعني ايه هذا هو قرارك؟ طيب كلام محمود خيري ده كله ما يخصكش، وهتروح تسمع الشاب مثلا سيلز في معرض او الكلام ده، انت حر. انا مش هزعل والله. ما بقعدش اعمل مثلا زي زمان زي الاخوه بتوع خليها تصدي والكلام ده وهشتمك وادعي عليك وازاي تشتري عربيه لا طبعا. 1000 مليون مبروك. تمام؟ كل واحد اعلم بظروفه، انت فاهمني؟ لكن انا بقول ايه؟ بقول النصيحه العامه للمواطن الغلبان اللي يا عيني بيلجأ لي كل يوم يقول لي الحقني مش قادر على مصاريف العربيه. فبقول لك النصيحه العامه يا سيدي الفاضل، الان ليست الدوله نفسها عملت كده. الدوله نفسها عشان تقضي على التضخم سحبت السيوله من الناس. يا ابني ده في مصلحه الاقتصاد اللي انا بقوله لك ده. ايوه بطل بقى سلع استهلاكيه، بطل النمط الاستهلاكي ده. ما هو ما ينفعش اجي اقول لك ايه، هو الموبايل مش مهم؟ الموبايل ضروره الصراحه، وعند بعض الناس ضروره اهم من اي حاجه، شغل وحياه واهل واطمئنان وعلاج. طيب ب 10000 ب 20000 ب 30000 ب 40000 ب 100 ب 120000 بتشتري كده؟ ما بتقولش لا خالص؟ بس يعني النمط الاستهلاكي ده لازم يتغير يا جماعه. عايز تشتري عربيه اشتري مستعمل محترم مع حد منطقي عاقل بيبيع بسعر كويس مقارنه باسعار السوق، وبيبيع بسعر كويس مقبول مقابل استهلاكه اللي استهلك بيه عربيه. اشتري عربيه كهرباء لان ده المستقبل.
يعني تمام، مش هقول لك لا، ده انفستمنت كويس انك تشتري عربيه كهرباء وتبتدي تقود التجربه. وكمان الكوست او الرننج كوست بتاع العربيات الكهرباء ممتاز ممتاز، مش هيعضلك في حياتك. مبلغ بيدفع ما عنديش مشكله، لكن مش هتتاذي. مش هتروح تدفع 1.5 مليون في سكودا اوكتافيا مثلا وبعدين مطلوب منك 23,000 جنيه صيانه واحده، وبقيه الصيانات ما بين 12 وما بين 11 وما بين 13 وما بين 8 وما بين 6. ضميري مش هيأنبني، مش هبقى لبستك في حيطك، مش هدينك يعني. لكن انت هتروح تدفع فلوس العربيه الكهرباء وهتفولها ب 80 جنيه شحن وتمشي بيها اسبوع. 80 جنيه مشوك اسبوع، ال 300 جنيه مشوك شهر، ده لو انت راجل بتحرك يعني. تمام بس، ومش مطلوب بقى منك اي حاجه يا معلم يعني. تمام بس كده، فلتر الهواء وفلتر. اشتري عربيه استيراد جيده، ادفع ما عنديش مشكله. الوضع الاقتصادي دلوقتي بيخليك تدفع، سعر العمله وضع يعني العالم كله بيتغير للاسف، فلا بد ان نحن كدوله ناميه نتغير يعني ونجابه وضع اقتصادي يا رب ان شاء الله نخرج منه على خير وعلى امان. تمام. اشتري عربيه استيراد، ادفع طالما انت دفيع كده، لكن في حاجه تستحق ثمنها، حاجه فيها امان ليك ولولادك، مواصفه افضل. فاهمني؟ بس كده، ده كلامي وده الكلام المحترم وده الكلام اللي بعيد عن الجهل وده الكلام اللي بعيد عن ترويج العبط وده الكلام اللي وانا بديك مثل اهو يا اخي. انا المفروض ابقى قدوه. لما غلى عليا شيء، لما غلت عليا البي ام دبليو، مع كل احترامي للشركه الكريمه اللي كان ستايلها كويس ونزلت السوق بشكل كويس وما زالت حتى الان، والله انا ما عنديش اعتراض خالص، تلك سياساتهم وهم حرين فيها. انا سحبت فلوس البي ام دبليو واعتذرت تماما، وكل محاولات يعني والله انت فاهم غلط، ما لا ده احنا عايزينك تكمل معانا وبتاع، متشكر جدا لكن سعر العربيه لا يناسبني، شكرا لكم. بس كده، سحبت فلوسي عادي، طلبت سحب فلوسي بس كده. لما غلى عليا شيء واصبح لا يستحق ثمنه في وجهه نظري انا، بالنسبه لي وبالنسبه لظروفي انا، ما بفرضش عليك حاجه اهو، سحبت فلوسي بس. تمام. ما يعني لا بضحك عليك ولا بشتغلك ولا بروج لك حاجات. تمام. اشتري مستعمل، اشتري كهرباء، اشتري استيراد، 3 حاجات دول وهتلاقي محمود خيري لم يحيد عنهم. رشح لك مستعمل في وسط الازمه، وكنت كل اسبوع بعمل ترشيحات مستعمل، بجرب عربيات كهرباء يوميا وضد اللي بيروجوا الجهل. بجرب عربيات استيراد محترمه، مواصفه محترمه وتسعير مقبول لما تقدم. اعملوا شير للفيديو ده لعله يفيد الناس ويعرفوا ايه يعملوه في وضع السوق دلوقتي يعني. تمام. اعملوا شير للفيديو لان الكلام ده مهم. شكرا، وكان معكم محمود خيري، السلام عليكم.